المرة المليون يا جماعة معانا يزن، مناخيره مليانة إفرازات. وقلت لمامته اعملوا غسيل أنف، قالت لي ما بعرفش وبخاف زي كل الأمهات ما بتقول. فقلت لها طيب روحي هات الحاجة وأنا هغسله وهوريك الموضوع سهل جدا، وهتشوفوا واحنا بنغسل الطريقة إيه وكمية الإفرازات اللي هتخرج من أنفه. والإفرازات دي لو فضلت موجودة في مناخيره الطفل ده هيفضل دايما سخن ودايما بيكح، وممكن الإفرازات دي توصل لودانه وتنزل في بطنه ومغص وإسهال ونقعد نشتكي من حاجات تانية خالص. والأساس في الموضوع إيه؟ مناخيره والإفرازات اللي فيها اللي مالية الجيوب الأنفية واللي بتنزل خلف الأنف على صدره. فبتعمل لنا مشاكل كتير، السخونية والكحة والمغص وكل الحاجات اللي احنا بنشتكي منها. وبالتالي احنا هنوريكم دلوقتي ازاي بنغسل مناخير يزن، وازاي الطفل بيرتاح بعديها على طول. ماشي، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين هنملأ السرنجة او الشفاط بمحلول ملح. شوفوا بنحط الكاوتشة بتاعت الشفاط على السرنجة لان الشفاط ده كان نوع مش كويس. نمسك الطفل في الوضع دوت، نحط محلول الملح في مناخيره من ناحية، بتخرج الإفرازات الكتيرة من الناحية التانية. شوفوا المنظر عامل ازاي، صعب جدا. الحاجات دي كلها تفضل جواه ازاي بقى؟ لازم نخرجها. ممكن نعمل مرة كمان لو الإفرازات كتيرة، وممكن نعمل من الناحية التانية برضو، مفيش أي مشاكل. نمسح بمنديل، بعد كده نخبط على ظهر الطفل. الموضوع خلص، ما خدش ثواني. زي ما شفتوا كده بالظبط، الموضوع ما بياخدش يعني اقل من دقيقه، ثواني معدوده. بس الطفل كده بالبلدي يعني كاننا استخدمنا المنديل بنلف، يعني زي ما كلنا بنعمل بالمنديل. هو ما بيعرفش، فده يعني البديل في الاطفال. فانصحكم كلكم ان انتوا تعملوا لو ابنك مناخيره مليانه افرازات بالطريقه دي، ملوش حل تاني غير انك تغسلها له بالطريقه عشان نخرج الافرازات اللي ماليه انفه. شكرا.